هتقول لربنا ايه؟ هتقول لربنا ايه لما تعرف ان الحيوانات والشجر والطيور والكواكب بتسبح بحمد ربها وبتذكره، وانت مش قادر تخصص وقت بسيط في يومك لذكر الله؟ ربنا بيقول: تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. تخيل ان كل دول بيسبحوا ربنا وبيذكروه وانت ما يكونلكش نصيب من ذكر الله. بذمتك مش هتزعل؟ اذكر ربنا دلوقتي قبل ما تكون من أهل النار وتندم وتقول: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ذكر الله عبادة بسيطة مش هتكلفك حاجة، بس ثوابها وأجرها كبير جدا عند ربنا. كفاية الطمأنينة اللي هتتنزل عليك لما تذكر ربنا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ايه الصعب في انك بعد كل صلاة تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة؟ ايه الصعب في انك تقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين؟ دي نجت سيدنا يونس من بطن الحوت، مش هتقدر تنجيك من اللي انت فيه. ايه الصعب في انك تصلي على النبي يعني كل يوم 100 مرة ولا حاجة؟ الصلاة على النبي يعني فوائدها كتير جدا. ده غير ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. يلا انزل صلي على النبي دلوقتي في الكومنتات. ربنا يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.